بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. سبحانك ربي لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. بصوا يا جماعة، ابتدينا طبعا نجهز تجهيزات العيد. كل عام وأنتم بخير، ربنا يعود علينا وعليكم بألف خير ويمن وبركات. وابتديت دي تجهيزاتي في شهر رمضان. لقيت نفسي يوم كده ما عنديش، هعمل حاجة بسيطة على الإفطار، فقلت ايه، نجهز بقى تجهيزات العيد ونرتب الدواليب ونرتب الدنيا. اولا يا ريت تتابعوا الفيديو للنهاية. انا عاملة صينية كنافة بالقشطة، بطريقة جديدة هتعجبكم جدا جدا جدا، وكنافة ناجحة جدا وجميلة جدا. فتابعوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا صينية الكنافة التحفة الجميلة خالص. بصوا يا جماعة، أقسم بالله يعني كل الناس، التجربة اللي أنا هقولها لكم دي تجربة من عندي أنا، ومجرباها. وكل الناس في اليومين دول كل يوم عايزة يوم 13 ده يوم 13 من رمضان، يوم 14 دعاء يوم 14 من رمضان، يوم 15 يوم دعاء يوم 15 من رمضان. يا جماعة، سبحان الله يعني، ربنا رب قلوب، والدعاء إذا خرج من القلب مفيش بينه وبين ربنا حاجز ولا حجاب. ادعوا باللي انتوا عايزين تدعوا بيه يعني. ما تقوليش ادعي بايه ولا تحفظي دعاء. سبحان الله، كلما خشعتي في الدعاء كلما كان الدعاء مستجاب ان شاء الله باذن الله. فخلوا دعاءكم وانتوا بتدعوا خاشع كده لوجه الله وحده. ودائما يا جماعة، يعني عن تجربة مني، دائما وانتي بتدعي أي دعاء، استعيني باسم الله الرحيم. الاسم ده يا جماعة ليه استجابة غريبة عند ربنا سبحانه وتعالى. وسبحانه وتعالى بيقولوا من الأسماء التي لا ترد في الدعاء. أنا سمعت إن قصة كده مؤثرة جدا. عشان لو انت حابة انك انت تدعي بدعاء معين، ان سيدة كانت بتسأل سيدنا موسى ان يدعو لها انها تنجب طفل او غلاما، يعني ولد. فلما سيدنا موسى دعا لها انها تنجب غلاما، ربنا سبحانه وتعالى قال ان هو جعل عقيما. فانصرفت السيدة عن سيدنا موسى. وبعد عام وجدها سيدنا موسى وهي تحمل غلاما، فسألها من أين لك الغلام؟ قالت كنت أدعو دائما ربي يا رحيم. كنت دائما أدعو ربي أن يرزقني بهذا الغلام. فسأل موسى عليه السلام ربنا، ألم أدعوك فقلت أنها عقيم؟ فقال كنت كلما قلت لها عقيما قالت يا رحيما. فهي السيدة كانت بتلح على ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وتقول كل ما يقول لها عقيما جعلتك عقيما تقول له يا رحيم. فإذا ربنا سبحان الله بيقول سبقت رحمتي قدرتي. فسبحانه وتعالى إن شاء الله يجعل دعائكم كلكم مستجاب في يوم 14 و15 و20 ولحد آخر أيام شهر رمضان الكريم. خلوا بس الدعاء من القلب، وإن شاء الله هيكون دعواتكم كلكم مستجاب. دي يا جماعة، ده روتيني اليومي، أو روتين شهر رمضان، أو يوم من أيام شهر رمضان المبارك. يعني دي حاجات أنا على فكرة مش استعمال يومي. العلب دي، علب التخزين دي علب جميلة جدا 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 يا جماعة، وعلب بتاعة التنظيمات جميلة ومفيدة جدا. دي الحاجات دي أنا راكناها مش باحتاجها، فحطّاها في الدولاب ده. الدولاب ده جميل جدًا يا جماعة، صدّقوا أنا والله العظيم عندي دولابين مطبخ والدولاب ده أفضل منهم. الدولاب ده أنا كنت جِبته من شركة المتاجر يا جماعة السنة اللي فاتت قبل التعويم الأول، يعني على شهر كده 10. وجِبته حوالي ب3000 جنيه. أقسم بالله يعني أنا باقيّمه بأكثر من 5000 جنيه، لإنه شايل لي كمية مهولة من أدوات المطبخ والمواعين، وجميل جدًا. دي حافظة طعام جميلة جدًا من الخارج، جميلة جدًا، جدًا يعني. ممكن تحطّي فيها أكل للأطفال وحاجات زي كده. فالحاجات دي كلّها أنا مش باستخدمها، حاجات يعني أنا باركنها. وأهم حاجة الهون اللي حاصل على شمالكم ده يعني قيمة وتحفة فنية وقيمة وقامة زي ما بيقولوا.
الأدوات دي كلها إيه، أنا قُلت أنضّفها وأرجّعها تاني المطبخ. آآ ده فيديو تنضيف يعني وترتيب وتنظيم، والأدوات دي كلها في بعض الأدوات شايفين أدي بعد ما رتّبت ونضّفت، اللي كانت الأدوات اللي كانت متسخة نضّفتها. أنتم بتقولوا لي في بعض الحاجات عندِك البلاستيك اللي فوق دي حاجات أنا باعمل فيها الجبنة. معلش الفيديو هنا يعني كان مقلوب شوية، فأنا عدلته لكم أهو. بُصّوا أدي المطبخ يا جماعة، الدنيا مكركبة عندي بطريقة يعني سبحان الله، عايزة سِت مطابخ مش مطبخ. يعني أنا صراحةً يعني مش عارفة يعني بُصّوا الدولابين أنا عاملة نُص ألموتال والدولاب القديم خشب، وجِبت الدولاب ده وبرضه مش مكفّي. يعني حد يدّيني فكرة ويقول لي أنا أعمل إيه عشان الدنيا تبقى منظّمة عندي. والله ما يعني تكاد تكون أدوات المطبخ عندي كتيرة وربما، لكن أنا برضه مش عارفة ألاقي لها حل وإن شاء الله يعني تكون أفكاركم لو عندكم أفكار إن أنا أضبّطها وأنظّمها ممكن تقولوها لي، تقولوا لي طب ما إحنا نقول لِك والّا أنتِ تقولي لنا أفكار. بُصّوا أنا علبة التنظيمات دي جبتها حلوة خالص، وعندي شكارة مكرونة قُلت العلبة كبيرة خالص شايلة حوالي 6 أو 7 لأ ده شايلة حوالي 10 كيلو مكرونة، وأحط لهم ورق اللورا عشان خاطر المكرونة ما تعملش ريحة عندي وتمتص منها ما تعملش رطوبة وتعمل حشرات في البتاع في علبة جميلة خالص. بانضّفها طبعًا وغسلت الغطا وقُلت عندي شوية حاجات كده فكان لابد إن أنا أرتّبها على قد ما قدرت. النهارده رتّبت فيه على قد ما قدرت. يكاد يكون مش مترتّب أوي، لكن على قد ما قدرتِ و زي ما أنتم شايفين الدولاب ده شايل لي كمية كبيرة جدًا، جدًا. ورُحت بقى أعمل صينية الكنافة، طريقة الكنافة الجديدة التحفة اللي عندنا. الكنافة أهم حاجة فيها يا جماعة المادة الدهنية اللي هو إيه، الزيت أو السمن اللي أنتِ هتحطيه. أهم حاجة إنِّك أنتِ تغرقيها أهم تكات في الكنافة عشان تعملي صينية كنافة مميزة يعني، إنِّك أنتِ الكنافة كلّها تبقى متشرّبة والحبّات بتاعتها متشرّبة كويس خالص، خالص بالسمن أو الزيت. وحاولي إنِّك أنتِ تطلّعيها في الهوا لفترة طويلة عشان تقدري تكسّريها. بُصّي يا جماعة دول 4 كوبايات من اللبن، هاحُط عليهم 3 ونُص معلقة من النشا. هتقولي ما ده العادي، ما دي القشطة اللي نعملها عادي للكنافة بالقشطة، لكن هاقول لكم على بعض التكات اللي هي هتخلّي صينية الكنافة النهارده عندِك جديدة ومميزة. و وصينية كنافة جميلة خالص. بُصّوا يا جماعة ال أنا هاحط نُص كوباية من القشطة، اللي هو وش اللبن اللي هو رايب. الكوباية دي بتعمل طعم وريحة جميلة خالص في القشطة بتاعة الكنافة. والتَّكة التانية اللي هاقولها لكم أنا بُصّوا كده يا جماعة، هاحُط أنا جوز هند معلقتين أو 3 معالق من جوز الهند مع القشطة. ومعلقة سُكّر أو معلقة ونُص سُكّر عشان ما تبقاش عادمة يعني القشطة، تبقى حلوة خالص. وأحط 3 معالق من جوز الهند، هيدّوها ريحة وطعم جميل خالص. دي التكات اللي هي هتخلّي عندِك صينية الكنافة جديدة ومميزة أوي. على فكرة جوز الهند لمّا بيلاقي سايل سُخن أو بعد السوائل السخنة بيدوب في أي سائل سُخن في اللبن أو المَيّة، فهيدوب معاكِ. لكن تحاولي تكسّريه كده مش هيتكسّر، أو ممكن أرُش على الكنافة على طبقة الكنافة التحتانية اللي تحت القشطة يعني، أو فوق القشطة يعني مش هيفرق معاكِ. آمم بس كده يا جماعة. هتّنّيني طبعًا هاقلّب في القشطة دي إيدي فيها عشان ما تلزقش منّي في الحلة، لإن الحلة كمان صاج لو لزقت هتعمل سواد عندي. فباقلّب فيها على طول كده لحد ما تاخد القوام المطلوب أو القوام السميك. آمم هتاكلوا أحلى كنافة بالقشطة، كنافة جميلة جدًا، جدًا. آآ بُصّوا كده لمّا سبحان الله يعني ما أعرفش الناس السنة دي مش عارفة كده مش مُقبلة أوي على الحلويات والله يعني. أنا ما عملتش كمية حلويات تُذكر يعني في شهر رمضان، يعني مش عارفة كده يعني حاسة الأولاد ما عندهمش قابلية أوي للحلويات، عاوزين ياكلوا فاكهة وكده. آمم ما عملناش كمية اللي هي تُذكر يعني حلويات، يمكن عملت مرتين 3 يعني مش أكتر.
آآ آآ طبعًا القوام بقي خلاص حلو متماسك. هابتدي طبعًا الكنافة بتاعتي كده بقى القشطة جهزت، مش هاخلّيها أسمك من كده، أنا مش عايزاها أسمك من كده عشان ما تبقاش عندي زي الcustard وزي المهلبية، أنا عايزاها تبقى طرية شوية. هي عامةً لمّا بتتحط تبرد بتتخن، فما تخلّيهاش تخينة أوي سميكة أوي عشان ما تبقاش كده تتقطّع تقطيع معاك، تبقى طعمها حلو سايلة يعني. الكنافة يعني براحتك يا جماعة، حابة تقطّعيها أكتر من كده قطّعيها، ممكن تقطّعيها بالسكينة على فكرة بتبقى أجمل. لو عندِك سكينة حادة يعني حاولي إنِّك أنتِ